السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو ديالي لقاكم كامل مهنيين وبخير يا رب. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم بيتزا بدون اغلوتين. راني شاركت معكم وصفات بدون اغلوتين. اليوم حبيت نشارك معكم ثاني البيتزا. تجي روعه، تجي بنينه بزاف. اذا حبيتوا تعرفوا برك على الوصفه تبعوا معايا الفيديو للاخر. اذا بسم الله نبدا. اول شيء واش راح نحتاج للعجينه؟ عندي فارينه بدون اغلوتين. هنا انا خلط بين نوعين، فارينه تاع الموديلر وفارينه ريجينال، لان عندي غير شويه يعني في كل اباطه. انتم تقدروا يعني ديروا غير بريجينات ولا فارينه موديلر، يعني نفس الشيء راح تعطي لكم نتيجه مليحه. اذا هنا انا استعملت 400 غرام فارينه، راح ندير بهم 2 خبزات بيتزا. اذا هكذا هنا راح نضيف معاها خميرة الخبز. بالنسبة لخميرة الخبز راح ناخذ مغرف كبيرة هكذا، وراح نضيف هكذا حوالي ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وراح نضيف ملعقة صغيرة سكر وملعقة صغيرة ملح. وهنا راح نضيف 8 مغارف تاع الزيت، مغرف كبيرة. هنا تقدروا يعني ديروا زيت عادي ولا حتى زيت الزيتون. وهنا راح نبسس كامل الفرينة ديالي الطريقة غير بالمغرف هكذا باش تجي العجينة ديالكم مبسة وتجي ثاني خفيفة. هنا راح نجمع العجينة ديالي بالحليب يكون دافئ. اذا في الاول راح نجمع غير بملعقة هكذا كما راكم تشوفوا. وهنا راح نبدا نجمع كامل العجينه ديالي هكذا غير باليد. يعني العجينه ديالكم راح تجي القوام ديالها يتلاصق في اليد، يعني طريقه التحضير جد سهله. هكذا اللي عندهم مرض السيلياك يقدروا يعني يتناولوا البيتزا، يديروها في رمشه عين، يعني يحضروها بالخف وتجي هايله، يعني كيما البيتزا اللي رانا نشروها من برا، يعني ما كاش الفرق بزاف. حتى هذه يعني بنينه بزاف. اذا هنا نجمع كامل العجينه ديالي ونغطيها كذا بالطرشور ونخليها في مكان دافئ، نخليها حتى يعني تتفاعل الخميره ويتضاعف الحجم ديالها. هنا بعد ما شفت العجينه ديالي تخمرت، هنا راح نقسمها على 2 كريات ونبدا نفتح العجينه ديالي بعد ما رشيت ثاني فارينه بدون اغلوتين. اذا هنا راح نفتح العجينه ديالي بالحلال، يعني عادي تفتحوها بكل سهوله. استعملوا برك الفرينه، يعني رشوا كميه مليحه باش ما تلاصقش معكم العجينه. وهنا جبت الصينيه دهنتها بالزيت ورشيت عليها شويه تاع فرينه هكذا. ونكمل مع الخبزه الثانيه نفس الشيء. وهنا راح نبدا نزين البيتزا ديالي. يعني هنا التزيين يبقى اختياري، واش حبيتو ديروا. هنا درت صلصه الطماطم اللي درت فيها طوماطيش تاع الحب مع الثوم، درت بصله صغيره والزعفر والرند، يعني شويه فلفل كحل والملح اكيد، قليتهم كامل مع بعض يعني حتى طابت الصلصه ديالي. هنا ضفت معاها شويه بصل شويه فلفل حار يعني. وهنا درت الجبن تاع المثلثات، يعني قطعته كامل هكذا صغير، يعني كما قلت لكم واش حبيتو ديروا، يعني حسب الذوق واش كاين عندكم. المهم تنجحوا في العجينه يعني تجي خفيفه. وهنا عندي جبن احمر بشرته من الفوق، زدت معاها شويه طون بهذه الطريقة. وزدت ثاني مع الخبزة الثانية. هنا زينتها برك الأطراف غير بالفرشيطة كما راكم تشوفوا. هنا يعني تقدروا ديروا واش كاين عندكم، بولي اشي، فيوند اشي، يعني واش كاين غير بالطو
والجبن المبشور، يعني كل واحد واش كاين عنده في الدار. صراحة هذه البيتزا يعني جات روعة، جات خفيفة بزاف، وثاني مام البنة كما قلت لكم بنينة بزاف. اكيد البيتزا عندما تديروا كمية تاع الجبن مليحة راح تجي يعني بنينة اكثر. اذا هذه هي البيتزا ديالي بعد ما طابت كما راكم تشوفوا. هاي اللي الخبزه الاولى وهذه الخبزه الثانيه. هنا راح نقسم معاكم باش تشوفوها يعني كيفاش خرجت البيتزا ديالنا. اللي وصل برك لهذا المقطع اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي نقول له اشترك في القناه ديالي فضلا وليس امرا. ما تنسوش تدعموني باللايك، هو اللي راح يطلع الفيديو. وما تنسوش ثاني البارطاج مع الاحباب والاصدقاء، هكذا راح تعم الفائده. هذه هي اذا البيتزا ديالنا كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني كيفاش طابت، تحمرت، الله الله، جت يعني بنينه ما شاء الله، وتجي ثاني طريه. إذا نتمنى تعجبكم الوصفة ديالي، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.